السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم البيتزا بطريقة سهلة خالص وسريعة. بنص صدر فرخة هتعملي صينية البيتزا اللي انت شايفاها الكبيرة دي قدامك. هتحط الفلفل والطماطم كله على بعضه وتحطها على البيتزا. اسهل طريقة بيتزا ممكن تعمليها في ثواني كده، هتعمليها وتخلصيها للاطفال. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت بقى ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. اول حاجه معايا كده الصلصه بتاعه البيتزا هولع عليها وهوطي عليها النار براحتها خالص. انا معايا هنا طماطمتين او 3 كبار، وبعدين حطيت بصلايه وحطيت شويه زيت وهحط التوابل بتاعتي اللي هحط شويه من الخلطه، وهحط شوية من الفلفل الأسمر وشوية من الكمون والكزبرة ومعلقة صغيرة من القرفة وندعة صغيرة كده من الكار. بس هنا خلاص هحط ده كله مع بعضه. طبعا كل ما بتظبط الصلصة بتاعت البيتزا بتديك طعم حلو للبيتزا. وحطيت هنا فصين 3 توم وحطيت نص قرن فلفل. بس هنا خلاص هغطي عليها بقى واسيبها على نار واطية خلاص تستوي براحتها. طبعا هنا معايا نص صدر فرخة قطعته كده صغير زي ما انتوا شايفين. حطيت شوية زيت الاول وبعد كده شوحته لحد ما خد اللون اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هنزل بقى بالبصل. معايا بصلايه كبيره كده مقطعاها صغير مكعبات صغيره كده. هفضل اشوح في البصل لحد ما يدبل معايا. انا هحط كل الخضار على في الطاسه واقوم شايلاه حطاه على طول على البيتزا، بدل ما اخرط بصل لوحده وفلفل لوحده وطماطم لوحدها كله على بعضه كده واقوم حطها مره واحده على طول كده وخلاص. بس هنا شوحت البصلايه مع اللحمه مع الفراخ، وبعدين نزلت بفصين 3 توم برضو، وحطيت قرن فلفل خرطته صغير كده ومقطعاه صغير، كل حاجه مقطعاها صغير. شوحت بقى كل الحاجات دي لحد ما اتشوحت حلو، وحطيت بقى التوابل، شويه كركم برضو، شويه كاري، شويه كزبره ناشفه، شويه بهارات بقى عشان تتبل الفراخ دي وتخلي لها طعم حلو. وهحط الطماطم بقى واسيب كل ده يتشوح لحد ما الفراخ تخش معايا على سوا. تسيبي لها تكه صغيره تكمل التكه بتاعتها دي في العجين. وانا كان معايا عجينه كنت مجهزاها يعني وحطها في الفريزر كانت جاهزه معايا. بس هنا طبعا شايفين الشكل النهائي. طبعا كل اللي لو عندك فلفل الوان، عندك جزر، ابشري، اي حاجه عندك في التلاجة حطيها. بس بقى هنا خلاص طبعا الصلصة كانت اتسبكت خلاص وطفيت عليها وهسيبها تبرد خالص. وبعد كده اضربها في الخلاط وهسيبها برضو تغلي غلوتين واحطها بقى على العجينة. طبعا دي عجينة يعني كانت فاضلة معايا وكنت حطها في الفريز. ما بيحصل لها اي حاجة، بتطلعها كده تفك. وبعد كده بتفرديها في الصينية اللي هتعملي فيها وبتعمليها كده بالشوك. طبعا انا بحب اراها في العجينة عشان خاطر يعني عندي بنات وكده بيحبوا العجينة رهيفة وبيحبوها حمرا من فوق ومن تحت، بس ناشفة يعني. بس هنا خلاص هحط بقى الصلصة ده عايزة اقول لكم لو حطيتها كده لوحدها على العجينة بتخلي لك طعم البيتزا جميل، حتى لو انت ما عندكيش فراخ. لو انت عندك مثلا شوية فلفل، شوية طماطم، اي حاجات من ده اعملي بها العجين. طبعا العجين بيقبل اي حاجة وياك. بس هفرد بقى المكونات دي كلها على بعضها كده على العجينة عشان خاطر يبقى العجينة كلها فيه. بس هنا خلاص هحط بقى الزيتون اللي عندك، زيتون اخضر زيتون اسمر زي ما تحبي. انا ما كانش عندي يعني الا زيتون من اللي هو الاسمر ده. طبعا دي في مسافة دقيقتين او 3 بتخلصيها. بتقطعي بصلاية، طماطماية، قرن فلفل، فصين توم، بتقطعي النص صدر فرخة. وبعد كده بتحطي كله على بعضه تشوحيه وتطلعي العجينة او هتعجنيها براحتك خالص. وبس كده وبتعملي الصلصة في ثواني، كل حاجة بتبقى معمولة. طبعا انا بحط الجبنة بعد ما بطلعها. بتكون خلاص استوت، بحط الجبنة واديها لون بس كده وخلاص. طبعا لو انت عايزة تديها لون فاتح عن كده براحتك خالص، بس احنا بنحبها اللون اللي انت شايفينه ده عشان خاطر بناتي يعني بيحبوا اللون الاحمر ده.
بس هنا خلاص وخلص فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم.